السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما خطرش في بالك يوم الناس اللي عايشين في المنطقة القطبية الشمالية أو أي مكان متجمد عامة بيعيشوا ازاي وازاي بيناموا فيه وبيوتهم شكلها عامل ازاي؟ بص، أنا اسمي فهمي ودي قناة بالعقل، وبإذن الله هنجاوب على أي سؤال بيخطر في بالك ومش لاقي له حل. تقول لنا في التعليقات وبإذن الله نلاقي لك الإجابة بتاعته بسرعة. الناس اللي بتيجي بتعيش في التلج مش محتاج اقولك الجو عندهم بيبقى عامل ازاي. احنا عامة يعني في مصر دلوقتي درجة الحرارة ممكن توصل ل15 و16 درجة مئوية. هم بقى عندهم بقى بسم الله ما شاء الله درجة الحرارة ممكن توصل ل50 و60 تحت الصفر. طبعا بقى انت شفت رقم اتصدمت. طب الناس اللي في المنطقة القطبية الشمالية دي بقى، بص انا عمال اقولك درجة الحرارة وحشة ومش هتقدر تعيش هناك، هم بيحبوا العيش هناك وعاجبينهم اول حتة هناك يعني. ما يقدروش يسيبوا المكان. عارف انت لما تيجي تروح مصيف تبقى رايح اسبوع كده ولا اسبوعين انت وعيلتك، تبقى بص بتموت كده وانت ماشيين كده، بتحس ان انت المكان ده انا نفسي اعيش فيه. هم بقى بيحبوا التلج وحب العمى، بيسيبوش المكان. بيوتهم بقى بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيوت الناس اللي عايشين في التلج بتبقى مبنية من التلج، والبيوت دي بيبقى اسمها الاجلو. طبعا بقى هيطلع لي واحد دلوقتي بقى في الكومنتات، الراجل ده بيهبد بيوت ايه بقى اللي التلج اللي بيعيشوا فيها دي؟ تلج ايه اللي بيعيشوا جواه؟ هو في حد بيعيش في تلج؟ ما كنا عيشنا في تلاجة بقى، ودرجة الحرارة عندنا 15 كنا عيشنا في تلاجة. بص يا عم، قبل ما تتعصب كده عايزك تفهم ان التلج ممكن يحافظ على درجة جسمك عادي زي البطانية اللي بتنام فيها بالليل. بس اصبر، لازم تختار نوع التلج المناسب. يعني ايه؟ هيطلع لي نفس الراجل ده تاني دلوقتي يقول لي هو انت كمان بتهبد؟ يعني هو في كذا نوع تلج؟ اه والله في كذا نوع تلج يا عم. لك انا في اكتر من نوع تلج، وعشان الشعب الاسكيمو ما قدامهمش غير التلج طبعا. وطبعا انت قدامك مثلا دلوقتي انت قدامك ايه؟ كتب كتير. في ناس كتير هتقولك الكتب دي ورق، فهو مش فاهم اللي ده الكتب دي كتاب فلسفة، كتاب علوم، كتاب دراسات. انت الوحيد اللي عارف، في ناس تانية بقى مفكرين اللي ده كله ورق. الشعب الاسكيمو بقى ما كانش قدامهم غير التلج، ولانهم بقى لهم قرون وسنين عايشين في التلج فطبعا عرفوا انواع تلج كتير جدا. انت ذات نفسك تشوف تقول ده كله تلج يعني مفيش فرق، وفاهمين فيه اكتر مني ومنك. بص، مش موضوعنا كل الانواع دي، احنا اهم حاجة عندنا نوع واحد بس، وهو في نوع اسمه التلج الصلب المغبر. النوع ده مناسب جدا للبناء. ليه بقى؟ بحيث انه بيتكون من 10% مية و90% هوا، والهوا عازل ممتاز جدا للحرارة. والبيوت دي بتبقى عازل حرارة ممتاز جدا زي الترمس بتاع الشاي اللي بتاخده معاك في المصيف. بيوت الإيجلو أرضيتها ما بتبقاش مستوية، ولكن بتبقى أكتر من مستوى. مدخل البيت بيكون منخفض جدا، وده أوطى حتة في البيت. منتصف البيت وبتبقى أعلى بشوية من الحتة المنخفضة اللي هي مقدمة البيت دي، أو هيولعوا مثلا فيها نار أو يطبخوا أكلهم أو أي حاجة تانية. والحتة التالتة بقى والأخيرة هي بتبقى منطقة أعلى شوية، يعني هي بتبقى أعلى حتة في البيت، دي اللي بينوجوا عليها. ليه بقى؟ وده نظام ممتاز جدا بحيث إن الهواء السخن بيطلع فوق في المكان اللي بيناموا فيه لأنه خفيف، والهواء البارد بينزل تحت لأنه بطبيعته هواء تقيل، فالهواء البارد بينزل تحت في الحتة اللي أنا قايلها لك، أول حتة في البيت بينزل تحت خالص، والهواء السخن بيطلع فوق خالص. بحيث البيت زي ما قلت لك انه عايز الحرارة، فالجو بيبقى جوه حلو جدا ويعرفوا يعيشوا. لو كمان درجة الحرارة ممكن توصل ل10 و15 درجة مئوية أو 20 كمان، ودي درجة حلوة جدا. وقبل ما تتعصب وتقول لي احنا عايشين في 20 درجة مئوية ومش قادرين نعيش، عايزك تفتكر معايا اللي هما قاعدين في منطقة 50 درجة تحت الصفر، فانت بتتكلم من 50 ل15، ده فرق كبير جدا. وبس كده نكون جاوبنا على السؤال بتاع الحلقة اللي في الأول، هما ازاي بيناموا في التلج. ولو عجبك الفيديو متنساش بقى اللايك واشتراك في القناة، وتنزل تاخد لك لفة كده هتلاقي فيه كذا فيديو أو أسئلة هتهمك. ولو عندك أي سؤال مش لاقي له حل تنزل تقولي في التعليقات. وبس كده، مع السلامة.